يا كرام الأنام يا آل طه، يا كرام الأنام يا آل طه، حبكم مذهبي وعقد ولائي. سادتي إنني حسبت عليكم، سادتي إنني حسبت عليكم في ابتدائي يا سادتي وانتهائي، وعليكم مني السلام دواما، وعليكم مني السلام دواما في صباحي وغدوتي ومسائي. وعلى جدكم شفيع البرايا، وعلى جدكم شفيع البرايا أشرف الرسل سيد الأنبياء. صلوا على النبي محمد. صلوات مقرونة بسلام، صلوات مقرونة بسلام، من جلت ظلمة الدجى بالضياء. خۆشەویستان بەڕێزان، ئێستا کەش بەڕێز مامۆستا دکتۆر عەبدوڵڵا سەرۆکی دەزگای ڕۆشنبیری نوری حکمە وتێکتان پێشکەش دەکا با بفەرمێن. الحمد لله القائل في وصف كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والصلاة والسلام على خير الورى النبي المجتبى القائل: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. باسم مجلس إدارة مؤسسة نور الحكمة الثقافية نرحب بالضيوف الكرام، ونخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ وليد إبراهيم، وفضيلة الشيخ الدكتور حسين غازي السامرائي عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، والشيخ حامد الكبيسي عضو مجلس علماء العراق فرع الأنبار. ونقول لهم: بقلوب ملؤها المحبة، وأفئدة تنبض بالمودة، وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم أهلا وسهلا، أهلا بكم بقلوبنا قبل حروفنا، بكل سعادة وبكل عزة. أيها الجمع الكريم، إن استضافة المؤسسة للشيخ الجليل تأتي انطلاقا من مبدأ اهتمام المؤسسة بالقرآن وأهله الذين هم أهل الله وخاصته، واهتمامنا بجانب التلاوة والمقامات انطلاقا من قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر الشيخ الفاضل على استجابته لدعوة المؤسسة وحضوره للمركز رغم مرضه ومعاناته، والذي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يمد في عمر شيخنا، وأن يبارك في علمه وعمله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه حسن الخاتمة،
ونسأله سبحانه بأنه كما جمعنا في الدنيا على طاعته وخدمة كتابه أن يجمعنا في دار كرامته ومحل رضوانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولست أدعو سوى الرحمن يحفظكم يا خير من سكنوا في القلب إخوانا. طبتم فطابت بكل الود صحبتكم حتى جزيتم من الرحمن رضوانا. أدعو الإله لكم دوما ليكرمكم في السر عفوا وفي الإعلان غفرانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حياكم الله وبياكم إخوتي الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة نور الحكمة. ولقاؤنا اليوم مع علم من أعلام القراءة العراقية، والذي طالما تشنفت أسماعنا بسماع صوته العذب وهو يتلو كتاب الله عز وجل بذلك الصوت الشجي والقراءة الطيبة التي كان لها الأثر في قلوب من يستمعها، وكتب لها القبول بفضل الله عز وجل. ما ذكرت القراءة العراقية إلا وذكر الشيخ وليد إبراهيم العبدلي، فحياه الله وبياه، أهلا وسهلا به. ويقولون المعرف لا يعرف، فهو نار على علم فضيلة الشيخ، فحياه الله وبياه. ابتداء نتوجه بالسؤال لفضيلة الشيخ أن يوجه كلمة للحضور الكريم، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القرآن هو الشفاء الذي تحومون حوله وترومونه، والقرآن هو دستور الله تعالى الخالد، والدليل على أنه دستور الله الخالد قال الرحمن علم القرآن قبل أن يقول خلق الإنسان، أي أنه علم القرآن وابتدأ بالقرآن قبل أن يتكلم عن خلق الإنسان. وهذا دليل على مكانة القرآن ومنزلته بين خلقه وبشره. ومن المعلوم أن المسلمين في العصور السالفة كانوا ملتزمين متمسكين بالقرآن وأهدابه وأخلاقه. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت كان خلقه القرآن. ومنذ أن وعينا على هذه الدنيا عشنا مع القرآن وتعلمنا القرآن وتمسكنا بالقرآن، وقد رفعنا القرآن وجعل لنا مكانة ومنزلة بين الناس. فالمطلوب منكم إخواني وأبنائي وأعزائي أن تتمسكوا وأن تحتفلوا بالقرآن كل الاحتفال، وأن تتمسكوا بهذا الكتاب وهو كتاب ربكم، والله تعالى يتولاكم ويتولانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا راح نبدأ بتوجيه الأسئلة لفضيلة الشيخ وليد إبراهيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد.
وهذه الأسئلة إن شاء الله تعالى أخواني الكرام تكون فيها فائدة حول بعض مراحل حياة الشيخ حفظه الله ورعاه. يسمع كشهادة بسياري دفعي جاري الشيخ وليد بكر إن شاء الله بسيارنا فائدة بيلو إن شاء الله يوي بنا. السؤال الأول الذي نسأله لفضيلة الشيخ: كيف كانت بداية رحلتك مع كتاب الله عز وجل ومن كان شيوخك في القراءة؟ يكم زاد صوب القرآن بس تكتب وشيخ لما الشيخ الدولة كان ما مستحكان. قبل أن أبدأ بهذا الموضوع أتوجه بالشكر الجزيل إلى مؤسسة دار الحكمة نور الحكمة على دعوتها لي لحضور هذا الاحتفال الكريم. أما كيف كانت بدايتي مع القرآن، فكانت بدايتي مع القرآن وأنا طفل صغير عمري يمكن حوالي 10 سنوات. تولاني أحد الأخيار وسحبني من الشارع وأنا ألعب مع الأطفال وتعهدني وحفظني القرآن الكريم، فحفظت القرآن الكريم بحوالي 3 سنوات. الشيخ بداية قصد لك خلافي نوري الأزقاء من الحكمة لكم بداية قصد كتب القرآن لعمري الصالح أنا بكون زي أكون دار إلى شارعهم برمز قفتيان بردو ولا تمني الصالح قرآن ولا بديان. كمل شيخ. بعد أن حفظت القرآن الكريم توجهت إلى دراسة علم التجويد وعلم المقامات، وكان أستاذي في علم التجويد الشيوخ رحمهم الله تعالى الشيخ عبد الجليل إبراهيم، وكان شيخ معروف الرمادي، والأستاذ الدكتور والأستاذ عبد الواحد عثمان، والملا محمد عواد. فهؤلاء هم الذين أقرؤوني علم التجويد وتدربت على أيديهم في معرفة أحكام تجويد القرآن الكريم. فاجوي القرآن برو زانستي سواء خويدوي القرآن تشوف وما كان في برزوف ما عبد الجليل ولا محمد في التجويد عن كردون لا رمادي. كمل. وبعد ذلك انتقلت إلى بغداد ودرست في بعض المدارس وتعلمت بشيء من العلوم، ثم رجعت إلى الرمادي مرة ثانية وأكملت دراستي الدينية في المدارس الدينية في الرمادي. باشامس تو بغداد وليد هذا زانستي بروي شرعي بخيرتو وليد بعد ثم الرمادي برنامج ولسر علوم شرعي وزانستي قرآن. بعد ذلك صرنا نقرأ بالمجالس والحفلات، وصارت الناس تعرفنا وتقدمنا في التلاوات القرآنية، واستمر الحال تقريبا حوالي 10 سنوات على هذا المنهال. دواتر لفصل إخوائي الأولى هيدي دي لفورو وكانوا حفلة دينية كان بجداري ما كردو حتى ولي خلق إلي ناسي وبردامي هكذا. بعد ذلك انتقلت إلى الكويت عام 1967، ومنذ ذلك التاريخ وأنا في الكويت لحد هذه الساعة. دواتر أمن شو فيتو لصار يزار من وسط الشيخ حق أتى الساعة 10 فيتو. إيه نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني كيف كان حفظك للقرآن الكريم، وهل واجهت صعوبات خصوصا يعني في يعني ربما هناك صعوبات لمثلكم في حفظ القرآن، كيف استطعت تجاوز هذه الصعوبات؟ شيخي ما كاتب القرآن إذا طبعا حفظ الدار صعوبات ويان
أستم هي شون لبرد يعني صعوباتها كان يعني قرصايك. والحقيقة أن الله تعالى منحني شيئا من الذكاء والفطنة والانتباه، وعندما جلست إلى المشايخ في معرفة أو حفظ القرآن الكريم كان الشيخ يتلو علي الوجه أو الصفحة من القرآن الكريم يعيدها مرتين أو 3 مرات فأعيدها أنا بعدين أكون حافظ إن شاء الله. لفظي خواهي قولا من خواهي قولا زاكرة وبريمة شدار بهم كاتب ما مستعاك يكزار بني دخين دوا يعني دوزار يكسر لبرم داخل لباشوي ببيع عوائي. طيب ربما كثير من الحضور يحبون يسمعون من هم القراء الذين يحب سماعهم فضيلة الشيخ وليد إبراهيم. شيء القرآن أمريكا وقال يعني حظك الجوريستيان بالشيخ وليد. كان مثالي أو قدوتي في القرآن الكريم الله يرحمه الملا عبد الرحمن طه رحمه الله، والحافظ خليل، والحافظ صلاح الدين، وكلهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، وكانوا هؤلاء هم قدوتي وغايتي في معرفة القرآن الكريم. أولي زوجر كارجرهم تأثير على سلام ما مستحاف خليل وما مستطاهر وأنا قدوم ما مستعمل بقول لا قرآن فينا. لكن شيخ حضرتك ما سمعنا لك تقليد أو محاكاة لقراءاتهم، يعني كان لك تميز في نمط القراءة. دتواني الشيخ تقليدك مالك يعني بدن شو بخويني وحافظ خليل وقالوا ما مستعمل كان. والحقيقة أنا ولا أدعي ولا أفتخر، وإنما هذه الحقيقة أنني ابتكرت طريقة خاصة بي في قراءة القرآن الكريم لا يعرفها غيري. نحن نعرف أن كل واحد في البداية لابد أن يقلد. نعم، أنا قلدت بعض القراء لكنه ما استمرت، ما طولت. تستطيع الآن على طول يعني انتقلت إلى ذاتي ومعرفتي. الشيخ دفر ميد البداية أنك تقليد مكردية بلان دواتر طريقي خم داهنا ونسير رشد من الفصل فاي قولا. الشيخنا الكبير هل تعني أن الكرد في الجمعة أن الأكراد أو الكرد يقرؤون القرآن في الجمعة والعيد؟ أول سؤال للفرع، والفرع الثاني هل تعلم أن الكرد يحبون صوتك كثيرا؟ وصلني هذا الكلام، نعم، قيل لي هذا الكلام ووصلني، وجزاكم الله خيرا على اهتمامكم بي، والله إن شاء الله يمتعكم بالصحة والعافية. ممكن أسأل سؤال، لماذا شيخنا العراقيين حينما يقرؤون القرآن يعني عندهم في صوتهم حزن شديد؟ لماذا لهذا اللم أو المقامات الحزن؟ هذه لها أسباب. أولا السبب الأساسي في هذا الموضوع هو الغزو الذي تعرضت له بغداد من قبل هولاكو، هذا السبب الأساس. والسبب الثاني هو معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه. فنتيجة هذين الحدثين العظيمين اصطبغ اللحن العراقي غناء وتجويدا وقولا كله اصطبغ بالحزن والمأساة. نعم. سياريون الشيخ كرقوت له يعني كل زيادة حز لكن الصوت يعني وتويد زان ما قدر كل زوج المراد قالوا ولا زمعان جشنانا أودا كان ودنج ما وصاي لكن كل دان ديارة وبسياري وش اللي كرقوت له زيادة الصوت الكردي يعني عراقي حزينة باس دو خالق الخالشان باس ويك كرقوتي كاتك هولاكو بس عراقي دادا وخالشان باسي إمام حسن الحسين حسين الكاتك هذا كربلاء شهيد بو وقرآن تكلاب لك مقامات بل احنا شي حزينين. طيب نسأل الشيخ عن المواقف التي كان لها أثر في حياته. باسي أو ردا ووشتانا بكتأثيرها وكاريجريها ولا سرجاني. والله المواقف الحقيقة يعني أذكر أني في بداية حياتي
كنت طفلا صغيرا ألعب بالشارع، وجاءني رجل يقال له سلمان الحج إبراهيم رحمة الله عليه، وقال لي: يا ابني، أنا أريد أن أخدمك وأن أعلمك وأن أرفع من شأنك. فأخذني إلى محله، وكان صاحب محل، وأقرأني القرآن الكريم وحفظت القرآن من خلال هذا الرجل. براستي وكسي زوزو كاريجري لسرجان مبو الشيخ سلمان حاجي إبراهيم كامل من دار الشكورانا دسي من يقردو كدكان الشابو وقرآني بيقو تمو ولا سدسي ويج لبرم كزورتري كاريجري لسرجان هو. طيب شيخي، هل مر بك موقف طريف أثناء حياتك وقراءتك؟ شيخ موقفش خوش بس الجيان داهتي على كاكي خيني قرآن يعني الجيان. أذكر مرة كنا نقرأ في مجلس عزاء في أحد السنوات، وكان أحد المشايخ يقرأ من سورة الكهف، وفي الآية التي تقول: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فرد عليه أحد أصحاب البيت الذي نحن فيه، قال: الغداء بعد ما استوى. الشيخ دجيبتو دير روجك يشك لتازكان دانش بوين ويكن لو آياتاني خنجل سورة الكهف: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. دري صاحب تازك وتكاك والله اشتنشيوك نفرها. دنيا تجدد كل يوم غدرها، دنيا تجدد كل يوم غدرها، والناس منها في عنيف صراع، يتنازعون على رخيص متاعها، يتنازعون على رخيص متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع، يتنازعون على رخيص متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. الشيخ الكريم، ما الذي تعنيه لك مدينة الرمادي؟ رمادي الحقيقة هي وطني ومسقط رأسي، وأعتز بها اعتزازا كبيرا، ودائما أردد قول المرحوم أحمد شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. فهذه هي الرمادي، واعتزازي بها وفخري بأبنائها وأهلها. جزاك الله خير. طبعا سياري ويا رمادي بالنسبة للسيا قلت رمازي فخر اعتزاز لو نشاركي خوما كلا داي بوما وكو أحمد شوقي دري وطني منا وغلاتي منا شارنا هربي وشانازي لك. جزاك الله خير. كل قارئ إخواني، كثير من القراء يشتهر بسورة بحيث ما تذكر السورة الفلانية حتى يذكر قارئ معين. مثلا سورة النجم عندما تذكر أبدع فيها فضيلة الشيخ أبو العينين شعيشة. سورة الفجر وسورة البلد عندما تذكر قراءة الشيخ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي. وكذلك سورة التكوير إذا الشمس كورت يذكر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. فكل قارئ له سورة تميز في قراءتها. شو تعرفون سورة يوسف من تميز بها؟ ما ذكرت سورة يوسف إلا وذكر الشيخ وليد إبراهيم حفظه الله. فتميز بقراءة هذه السورة، وما تذكر سورة يوسف إذا ما يذكر الشيخ وليد إبراهيم. يريد آية واحدة أو آيتين، إحنا ما نريد تعب الشيخ، من سورة يوسف يستذكرون بها تلاوة الشيخ. حياك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فزادته الشيخ لما أو سورة يوسف سيروكا شيء كاتب تنزيل في الدين لكن لما مجروا وأي سنة للسارة شجبه. الحقيقة هذه الصورة سجلت في سنة 76 ما شاء الله. في شهر 10 76 جوني جماعة من بغداد فقالوا إنه سمعنا أنك قد مت ونريد نثبت على أنك حي فنطلب منك أن تسجلنا صورة يوسف. وبهذه المناسبة الحقيقة سجلت الصورة وانتشرت انتشار عجيب، حتى أذكر من جملة انتشارها مرة بالفلوجة واحد يقول لي من الإخوان من عشيرة الحلابسة، قال وين ما أروح على أي فاتحة مال شهيد أيام حرب إيران، أي فاتحة أروح بيها ألقيك تقرأ صورة يوسف وأسمعك تقول وأخاف أن يأكله الذيب. قلت لهم يا ولد والله ما قتلت الذيب إلا يقطعكم قطيعة. الشيخ دريتن پێشەوەی سوورەت یوسفی تەزیل کە ساڵ 1976 خەڵکێک لە بەغداد نەکنن گوتیان شێخ مردیە وەفاتی کردیە بە بۆنەی وەی ئەمە ئەو سوورەتەم تەزیل کرد دەرێ کابراەک دیژەڕەوە لە خەرج فەلوزێ یەک لە شارەکان بوو دەرێ دەسمار تازێکی شەهید بە لە حەربی ئیران مرد دایان گوت وأخاف أن يأكله الذئب، قلت كاك الذئب هم إخوان
يعني دباري ولا كان؟ نعم. شيخنا الكريم، طبعا هناك يعني يشتهر اسم فضيلتكم باسم القارئ شيخ وليد الفلوجي. ما السر في اشتهار هذا الاسم الفلوجي؟ ونعرف حضرتك أنت من الرمادي ولست من الفلوجة، فنريد من حضرتك بيان لهذا الأمر. دڵێ ناوی تو وەکو شێخ وەلید ئەلفەلوزەی مەشهور بووە، کەسی بخۆت ئەسڵ خەڵکی ڕوومادی لەبەر چ ئەو شوهەی وەرگرت، يعني فەلوزەینا نە ڕوومادی. وفي الحقيقة في بداية الستينات كانت أشهر تسجيلاتي في مدينة الفلوجة. كانت القراءات والموالد وأهل الفلوجة يعني أهل ذوق وأهل معرفة وأهل حضور، فكانت أغلب التسجيلات في الفلوجة. وكان الناس اللي لما يجون من بغداد يشترون هذه الأشرطة ما يعرفوني أنا، فنسبوني إلى الفلوجة من هذا الباب. أقرب إلى بغداد. إلى بغداد نعم. الشيخ دفرمي لبروي زياتر ناوی فەلوزە وەرگرتیا لە ساڵی شێستەکان زیاتر تەسجیلات و تۆمارکردنی دەنگ لە فەلوزەی زیاتر هەبوو، و ئەو خەڵکانی داهاتنە دەرەوەی شاری ڕوومادی فەلوزانی لە بەغداد ئەو شیتانەمیان دەکڕی لەبەر هەندێش شوڕەی فەلوزە وەرگرتیا نەک ڕوومادی خەڵکنیان دەزانی خەڵکی ڕوومادی ما. نعم. يمكن سؤال سأله فضيلة الأخ الكريم. لديكم شهرة واسعة ومحبة كبيرة في قلوب أهلكم في إقليم كردستان. ما الذي تحبون أن توجهونه لهم؟ وحقيقة يعني كثير من الأماكن يعني أنه ما شاء الله تلاوة الشيخ، وهناك كثير من يحب أن يحاكي قراءة الشيخ أيضا في الإقليم. الشيخ بسياري ودي دكار دولي خلش كردستان طبعا زور سرسام ومعجب بدنجي بريزل، ودتوين الصحة وأمشقاري في خلشي كردستان. والله نحن نعتز بهذه القضية ونكن لها كل الاحترام والتقدير، وندعو الله تعالى أن يوفق القائمين على أهل القرآن وأن يأخذ بأيديهم في سبيل رفعة هذا الدين العظيم. طبعا مزور سفاسنا دكان دغي وهوادار مواني كقائم لسر أهل القرآن زور اهتمامي بيبدن ومن دوباره خوشحال با اهتمام دان وبريجدان بالقرآن. شيخنا الكريم، ما الذي تعنيه لك مدينة بغداد؟ شيخي ما شاري بغداد بوتو سواتها. العجيب أن يسمون بغداد دار السلام وهي ما بيها ريحة السلام. دري زور عزيبة وسروية در بغداد بدنا دار السلام كسي سلام شتي دانيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهلها وعلى العراق. آمين يا رب. آمين إن شاء الله. طيب الآن نشارك الجمهور. نريد من يقلد قراءة الشيخ وليد إبراهيم. سمعنا أنه أكو اسم جاني اسم الشيخ الأخ الحاج محمود. خلي تفضل أحد يجيبه. أكس التقليد كبابتيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله الله. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. جزاك الله خير. أي المقامات العراقية قريب إلى نفسك؟ هذا السؤال. أو سؤال آخر نحب نسمع مقام اللامي. هذا السؤال. دوو پرسیاری لە جوور دواتێ. پرسیارێکەمی شێخی من کامە مەقامات لە خۆشەویستیان کاریگەری پێی و دەمانی هەندێکشمان لە بە مقامی لامی بخینی. حقيقة أحب المقامات إلى نفسي هو مقام المدمي. المدمي، والمدمي مقام فرع من فروع الحجاز، لأن الحجاز مقام واسع وكثير الانتشار، وهذا فرع من فروع الحجاز يسمى المدمي، يعني من كثر ما هو حزين كأنه مدمى. هو نفس اللي تشتهر به قراءتك لو؟ لا نعم، أنا أقرأ البيات أكثر شيء البيات، لكنه المدمي أطرق أحيانا في بعض الدول. يعني مثلا لما نقرأ مدمي شو نقول؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا المدمي. طيب طلبوا المقام اللامي. اللامي
فؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب. أما منك إنصاف أما منك رحمة أما منك إسعاف أما منك مهرب. أغار الهوى عمدا علي فصادني فأصبحت في أشراكه أتقلب. كعصفورة في كف طفل يهينها تذوق شراب الموت والطفل يلعب. فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها ولا الطير مطلوق الجناح فيهرب. يتهنى يا طه القصد بابك يتهنى يا طه القصد بابك يتبع لك ويلزم صحابك يتبع لك ويلزم صحابك. والميزان لو بالحشر خفت والميزان لو بالحشر خفت أنوار الشفاعة بيها حفت أنوار الشفاعة بيها حفت. الله يتهنى يا طه القصد بابك يتهنى يا طه القصد بابك يتبع لك ويلزم صحابك يتبع لك ويلزم صحابك. الله يحظى بالمنى ويدخل الجنة يحظى بالمنى ويدخل الجنة ويلقى الهنا بلطافك الجنة ويلقى الهنا بلطافك الجنة. الله والميزان لو بالحشر خفت والميزان لو بالحشر خفت أنوار الشفاعة بها حفت أنوار الشفاعة بها حفت. ويتهنى يا طه القصد بابك يتهنى يا طه القصد بابك يتبع لك ويلزم صحابك يتبع لك ويلزم صحابك. جزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم
فانقلبتم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. إخواني الكرام، يعني نحن الآن يعني في الختام إن شاء الله تعالى، وسؤال من الإخوة الجمهور يقول: قراءة القرآن في صلاة العيد لها يعني تميز، قراءة الماهوري وخاصة سورة الرحمن، فيحبون سماع قراءة العيد من فضيلتكم شيخ الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جزاكم الله خيرا. مقام الكرد شيخ حسين يسألك يقول: ليش سموا مقام الكرد؟ بسيار الشيخ إذا كان ترجمة مقام كردي لقي مقام الكرد لأنه أكثر من كان يقرأه هم إخوان الأكراد. درس زربي واني كابو مقام كان داخل زربي كردون. شلون شيخي؟ ممكن شيخ آية ما واحدة ممكن بس آية واحدة. تعبت بس آية واحدة. حبيبي. طيب دكتور عبد الله حداد حفظه الله رئيس المؤسسة، قبل أن ندخل هو ذكر لي قال قصيدة ليس الغريب. نختم بهذا آخر سؤال وآخر طلب قبل كلمة الشيخ إن شاء الله حسين. فليس الغريب غريب الشام واليمن لها وقع
ليس الغريب غريب الأهل والوطن، ليس الغريب غريب الأهل والوطن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. لا تأسفن على الدنيا وزينتها، لا تأسفن على الدنيا وزينتها، ورح فؤادك من هم ومن حزن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. قول يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. الله يا ربنا بالفاتحة وبالرجال رجال الصالحات، تجعل أمورنا ناجحة، نحن وكل المسلمين. قول يا عظيم أنت العظيم، قد